اه قعدت. قعدي يا حبيبي. كوبايه قطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا النهاردة زي ما انتوا شفتوا معايا كده هنعزم بقى حماتي وهنعمل فطار. بصوا هو بسيط، يعني مش هقول لكم ان انا هعمل اللي ما نعملش، لا انا هعمل حاجة بسيطة ويا رب بس ايه تعجبهم بس. طبعا اول حاجة معايا كده طماطم هضربها في الخلاط كده، وطبعا معايا منبار اللي هو اللهم صل على النبي، ومعايا لحمة جزار وكده. فانا قلت اعمل حاجة بسيطة النهاردة وخفيفة كده وهي تتاكل يعني. طبعا كل يوم الناس بتحب تعمل الاكل صابح، والاكل لما بيبقى كتير مش بتاكل بصراحة. فانا قلت اعمل حاجة بسيطة وحاجة واحدة يعني. اللهم صل على النبي. طبعا هفرم الطماطم بتاعتي كده كويس، وبعد كده هجيب بصل بقى علشان ايه هعمل صلصة المحشي اللي هي بتاعت الممبار. طبعا المنبار ده متنضف وجاهز. انا كانت نرمين اختي ربنا يصلح حالها يا رب، هي اللي كانت جايبهولي من القاهره، وهي جايه كان نفسي فيه وكده، فانا ايه لما طلبته منها فهي جابته ونضفته عندها وكده. يمكن انتوا شفتوا عندها الفيديو. واللهم صل على النبي كانت جايبه برضو لوالدتي ونضفته لها هناك برضو. فربنا يخليها ليا يا رب، ما يحرمنيش منها ابدا، وكل سنه وانتوا طيبين. طبعا هطلع كده برضو اللحمه دي هي برضو جايبها لي من هناك. والله يا حبايبي يعني بصوا هي لما ببقى عايزه حاجه وهي في اخر الدنيا اهي وانا عندي هنا كل حاجه، برن عليها اقول لها انا عايزه كذا. يعني هي لو نازله او في حاجه مثلا كويسه عندها عن هنا، او انا مش عارفه اطلع او كده، فهي بتبقى تجيبها ليا. والله يا حبايبي ربنا يخليهم لي يا رب. طبعا غسلت اللحمه كويس كده، طبعا انا بحب اغسل اللحمه. وطبعا غليت ميه كده في الحله، واللهم صل على النبي هنزل بقى باللحمه في الميه كده. وطبعا هنسيبها بقى كده لما تعمل الرغوة الحلوة بتاعتها، ونشيلها الأول قبل ما نحط عليها أي بصل ولا أي بهارات ولا أي حاجة. بعد كده هجيب المنبار بتاعي، ولقيت اللي حسيت ان المنبار ده ما شاء الله يعني هما ديله كانوا 2 كيلو، بس بعد ما تنضفوا تحس ان هما يعني شوية صغيرين كده وكيلو بصراحة يعني. فاللهم صل على النبي انا قلت هعملهم كلهم لانهم حسيت ان هما مش كتير يعني. بس لما عملتهم وطبعا حشيت نصهم لقيت ما شاء الله هيفيد مننا، فانا يا دوبك حشيت نصهم بالظبط، وسبت نصهم لمرة تانية لان قلت هيبقى كتير علينا، وانا مش عايزة ايه الاكل يفضل لتاني يوم وكده. وقلت لا انا مش هعملهم كلهم، هخليهم لمرة تانية برضو، ونعمل تاني يوم حاجة مختلفة علشان يعني الواحد ما يزهقش وكده يا حبايبي. بعد كده عصرت عليهم ليمون وحطيت عليهم ملح وخل، وركنتهم على جنب كده ودعكتهم في المنبار كويس، وبعد كده سبتهم يتنقعوا شوية. اللهم صل على النبي. اللحمة بتاعتي عملت الرغوة وشلتها، وجبت بصلتين حلوين كده حطيتهم على اللحمة، وحطيت بقى ظبطت البهارات الحلوة بتاعتي، ورق لورا، حبهان، طبعا فلفل اسود، فلفل اسمر يعني كمون، فقط لا غير. طبعا الملح مش هنحطه دلوقتي الا لما اللحمة يعني تجرب تستوي وكده. بعد كده هجيب بصلتين حلوين كده برضو هفرمهم في حلة علشان خاطر، او هخرطهم على ايدي كده. انا طبعا الكبة عندي بايظة، فانا هخرطهم في الحله كده. وديله طبعا لايه اللهم صل على النبي. لحظه يا حبايبي، هو في غلطه كده. والله الواحد مخه يعني بصوا يعني يتركب خالص. الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. الصيام شكله اثر معانا. اللهم صل على النبي. دي البصلة بتاعة الصلصة. احنا كنا لسه مش عملنا الصلصة. بعد كده هتبل البصلة كده، وهنحط عليها الصلصة الحلوة بتاعتها. وكان عندي طبق كده في الفريزر برضو هحطه، وهحط البهارات بقى واسيبها بقى ايه تسبك مع نفسها كده. اللهم صل على النبي. في الوقت ده انا قلت طالما ايه لسه الصلصه مش اتسبكت، اجيب بطاطسيتين كده واقشرهم وايه ونعملهم شيبسي مع بعض كده، علشان خاطر ننجز في الوقت يا حبايبي. عشان انا طبعا مالك كل شويه بابا ينام ويصحى، وساعه ما بيصحى بابا يعني عايز وقت ان انا ايه افضل معاه وكده لعند ما ينام تاني. فاللهم صل على النبي لازم يعني انجز كده في الوقت اللي هو نايم فيه او اللي هو ساكت فيه. طبعا الاولاد ما عادوش بيروحوا المدرسه، هم عادوا موجودين، بس برضه بيبقى في دروس وبتاع وكده.
والله المستعان. طبعا كسرت البطاطس كده وعملتها طبعا على مكنه الشيبسي زي ما انتوا شفتوا معايا، واللهم صل على النبي. بغسلها واحط بقى عليها شويه ميه حلوين كده، وهعصر عليها ليمونه حلوه وشويه خل وشويه ملح، وطبعا هحطها في الفريزر. مش هتتلج، لا هي هتسقع، عشان بعد كده لما تطلعها من الفريزر تبقى ساقعه، تحطها في الزيت تاخد الصدمه، تبقى مجرمشه معانا وتبقى شيبسي اكنك شاريها من المحل بالظبط. مش بيختلف عن بره خالص والله يا حبايبي. اللهم صل على النبي. بعد كده جبت الرز بتاعي اللي انا هحشي بيه بقى الممبار وغسلته كويس، وبعد كده جبت الخضره الحلوه بتاعتي خرطتها، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. اللهم صل على النبي. حطيت بقى، قلبت الخضره كده على الرز، وحطيت الصلصه كده، وظبطت خلطه المحشي علشان خاطر هنحشي بقى الممبار مع بعض. طبعا انا كنت بقى صفيت الممبار وحطيته في مصفى كده يصفي الميه اللي فيه بعد ما كنت نجعاه، واللهم صل على النبي. هو كان نظيف جدا بصراحه. يعني حتى انا يعني حبيت اتاكد منه عشان اعيد عليه تاني، بس لقيت نرمين ما شاء الله منضفاه يعني كويس جدا، مش محتاج اي حاجه. فتسلم ايديك يا نوره، وربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ابدا انت واخواتك كلهم يا رب. طبعا بحشي كده المنبار زي ما انتم شايفين كده، بحط الصابعين كده في الاول وبدخل بايدي التانية في المنبار، يعني ده اسهل طريقة ان انت تحشي المنبار بيها، ما بتاخدش معاكي وقت. وما بنملاش بقى المنبار يا حبايبي عشان خاطر ما يتفجرش مننا في المية السخنة، ويبقى حلو كده. وطبعا الرز بتاعه مش يبقى من جوه اللي هو مثلا لسه مش استوى ولا حاجة، ولا ان احنا مثلا نسيبه برضو يعجن. طبعا احنا يعني بنحط فيه كده وبنسويه يبقى كله زي بعضه كده، وبعد كده هو الرز بيستوي فيه وبيتنفخ ويبقى ما شاء الله عليه. شايفين؟ مش بنسحمه ولا حاجة. هحشي كده معاكم كم واحدة عشان اللي حابب يعني ايه يتأكد. معلش بقى الإضاءة بعافية شوية عندي، لأن اللندة اللي فوق مني انحرجت، وأنا طبعا مش عارفة حد يعني مش لاقي حد ان هو بصراحة يغير لي اللندة. هحاول كده ان انا اطلع على حاجة واغيرها وربنا يسترها معايا بقى. بعد كده قعدت بقى هبطت من الوقفة كده، وقعدت بقى اعمل في الارضية كده احشي براحتي كده. فملوكة بقى اجت تساعد معايا، وربنا يخليها يا رب ويهديها. طبعا هي بتجرف خالص، ملك بنتي عندنا بتجرف من اي حاجة، ومش بتحب يعني ايه ان هي تعمل الحاجات دي، بس انا لازم اعلمها واعودها يا حبايبي، لازم نعود بنات كده. اعملها عشان ايه يثبت على ايده، واتك عليه من هنا والتاني شفتي، واعمل ايه وصبعي ده اهو ماسكهم هما الاثنين كده، وده بدخل بيه من هنا كده زي المحشي، زي كده على طول سهل بقى في دقيقه كده تدخل ايه تنزلي اللي تحت كده. هو ليه ابيض هو كده نزلي كده يبقى كله لون واحد اهو، وتحطي في الرز فاهمه اهو كده ايه. شوفي كده عند ايه زي الفل اهو، عشان مش هيكون في رز كتير ويبقى نصفه مش يبقى مستوي الرز. حسيت ان هو لسه فاضل شويه نزلت كده زي المحشي الثاني. اه كوسه لما بتيجي مش كلها ده انا بضيفها من بره عشان مش الرز كلها تنزل في الميه ينعش. شفتي طلعي له احنا هنا لازم يا حبايبي نعلم بناتنا ونعرفهم كل حاجه واحده واحده كده. وطبعا ملوكه هي خايفه وجرفانه وكل حاجه عشان لسه متعودتش، بس ايه لازم نعلمهم واحده واحده ونحببهم في الحاجه عشان طبعا ان شاء الله يبقوا شطار وحلوين كده بيعرفوا يعملوا كل حاجه. لما بتيجي تستوي انا بحب اكلها قوي. لا ما احنا مش هناكل بس احنا لازم نعمل. اهي اجيب لك واحده صغيره ماشي. واحده اهي مش تجرفي وتقول الكلام ده. اهي دي حاجه بناكلها يبقى ما نجرفش منها. فهمتي؟ اهي هي كده امسكي هتعرفي. ايوه ودخلي بايدك التانيه بقى كده، حاولي تدخلي ايوه تدخلي حلو، املي ايدك كده اهو، دخلي كده بصبعك التاني كده كده. شوفي صبع كده وصبع كده عكسي، مش هتعرفي تعملي كده. لا يعني جزء مش امسكي ايدك يا ملك. ايوه صبعك دي كده وصبعك دي كده. انتي عشان ايه عشان تدخلي كده على طول بسهوله كده اهي. شفتي انا ايدي اهي وصبعي التاني اهو
شوف لا يعمل الاول ده التحدي ده بقى. تحدي. بالراحة عشان مش نفتحها. بدخل بسبب الكتاب. بدخل بسهولة اهو. حتى الماء هاتي يا ماما. لعبة. لعبة ماما لعبة. لا تقول لعبة بعد كده هتقول مش فيه. هتقول يعني بصوا اليوم اللي اتعلمت فيه كان يوم ابيض. ليه؟ فتعملي كل حاجة. وبصراحة أنا مش بحب أعمل مع حد عشان بقى يعني لما بعمل لوحدي كده بنجز، بس عشان هي تتعلم لازم بقى أتحمل نعمل في نفس الطبق. ولا أحسن حاجة ممكن تعملها أحسن وزك. شايفين يا حبايبي؟ يا ريتك دول عشان المذاكرة. هي نعمل فمي بس. نادي بقى كده ان شاء الله اكون حاطه في حله ميه كده ومجهزاها على البوتاجاز تغلي على ما اخلص حاشيه وكده، وهسقط فيها بقى لورا وفصين حبهان كده وشويه كمون شويه فلفل اسمر هنحطهم في الميه، ولو حابه تحطي بصله ولا حاجه ماشي. انا بصراحه ما حطيتش في الميه لان انا طبعا المحشي يعني بصوا بيتكلم عن نفسه. طبعا هنجيب بقى كده المحشي الحلو بتاعنا بعد ما الميه تغلي ونحط فيها الحاجات اللي احنا حطيناها دي. هننزل بقى كده الرز من على المنبار من بره عشان طبعا ما يعجنش معانا في الحله وكده. واللهم صل على النبي. هننزل بقى بالمنبار كده في الميه السخنه دي، وما شاء الله بقى بقول لكم ده المنبار اللي فاض معايا، شايفين كميه قد اللي انا حطيتها بالظبط. 2 بيتزا بكام؟ 2 في 9 بكام؟ 18. 18. ما انت شاطره بتسالني ليه؟ هي دوشه وخلاص؟ والله انا هطبخ ولا هذاكر؟ هذاكر يعني انا ولا اطبخ انا النهارده؟ طب 2 في 10 في 20. شاطر. وما جاي تسالني ليه؟ 2 في 11 ب 22. 2 ورا 2. مش هنطبخ احنا كده النهارده، احنا هنذاكر كده. مش كده؟ خلصت. شاطر. خلصنا ده كله؟ انتوا شفتوا معايا كده حمدي بصوا مش مدينه الفرصه، يعني انا بطبخ وفي الوقت برضه في نفس الوقت بذاكر برضه. هعمل ايه يعني؟ هقولوا لي اعمل ايه اكتر من كده يا حبايبي؟ والله انا نفسي يعني اروح في مكان محدش يعرفني فيه. بعد كده عملت لهم كوكتيل حلو كده وجهزته عشان طبعا لما حماتي تيجي، وبدات ان انا بقى اجهز بقى في الفطار ده. قبل الفطار بنص ساعه جليت البطاطس بقى كده اللي هي الشيبسي، وقعدت بقى اجهز ورصيت السفره كده. وطبعا بعت ملوكه تنادي عليها وكده تطلع. بصراحه هي كانوا عاملين تحت سمك وكانوا عازميني انا، بس انا قلت لها يعني انا قلت لهم لا الصبح، وبعد كده عملتها لها مفاجاه وقلت لها اطلعي بقى افطري معانا. وهي مش كانت تعرف بصراحه يا حبايبي، انا عملتها لها مفاجاه وقلت لها اطلعي يا ماما افطري معانا. قالت انا هفطر مع الولاد تحت وكده، قلت لها لا. فبعد كده فطروا بقى بالهنا والشفا. كل سنه وهي طيبه وكل سنه وانتم طيبين جميعا. وبدات بقى ان انا ايه بعد ما فطرنا كده قلت اعمل لهم حاجه حلوه، احط لهم طبق كده من الكوكتيل الحلو ده. وبعد كده نشرب شاي ولا نشرب حاجه. بس بصراحه هي ما شربتش، يعني هي كانت بطنها بقى اتملت وكانت بتتكلم في ابو ملك. واللهم صل على النبي. قالت لا انا ما عدتش قادره. وبعد كده بقى ايه قالت هنزل بقى اقعد تحت عشان الاولاد وكده وعشان حمايه. ربنا يبارك فيهم يا رب. وكل سنه هم طيبين. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك حلو ودعوه حلوه من قلوبكم لينا. وما ننساش اخواتنا في غزه، وكل سنه وانتم طيبين. وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير ويمن وبركات يا رب. وتشجيعكم الحلو كده لينا اللي دايما بفرح قلوبنا كده. بحبكم في الله يا احلى واحسن اخوات في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.